سلوان موميكا اللي حرق القرآن شاف انه الشيء اللي عمله مانو كافي، قرر انه يتجبر ويجاهر بالشيء اللي عم يعمله، علما ضمنيا هو بيعرف انه اللي عمله مغزي. قرر يصير تيك توكر. اي ما تستغرب، بده يصير تيك توكر، لايفات وشهرة ومصاري. شوف اكيد سمعت بسلوان موميكا اللي حرق القرآن بسويد، وانتبه مو مرة واحدة، اكثر من مرة، وانا قبل عملت عنه فيديو جاب اكثر من 1,000,000 مشاهدة. سلوان هو بيحمل الجنسية العراقية، بس العراق وشعب العراق تبروا منه، ومواقف عظيمة للشعب العراقي برجولية وإخلاص وولاء للدين، تحمل شعار إلا القرآن الكريم أو القرآن دستور خالد. والشعب العراقي تظاهر قدام السفارة السويدية، ومو بس هيك، حرقوا السفارة. شو سبب تظاهرك اليوم؟ تظاهرنا استنكارا لحرق القرآن الكريم. وقلعوا السفيرة السويدية من العراق، وعملوا محكمة غيابية لحتى يصدروا حكم بسلوان موميكا. أحال السيد قاضي التحقيق المتهم الهارب سلوان موميكا بموجب أمر الحالة رقم 600 في 14/7/2023 لإجراء محاكمته غيابيا وفق المادة 200 من الفقرة الثانية من قانون العقوبات العراقي لحرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. وكل هاي المواقف الرجولية إذا بدي ضل عم عد فيها ما بنخلص. نحن بنعرف إنه العراق من زمان بيجيب رجال. بكل بس كان يفوت عليه سلوان موميكا، يفوتوا الجمهور لعند صانع المحتوى ويخبروه إنه هذا الشخص اللي طالع معه هو الشخص اللي حرق القرآن، وصيروا يطلبوا من هدول الأشخاص إنهم يطلعوا من البث فورا. ناس طلعت بهدوء، ناس شتمت وطلعت، وناس حاولت تهدي هذا الشخص. انت زيرو، انت نثينج يا عمري، بتعرف هذا الاشي. اسمعيني نتفق جولة أخرى وفيها أحكام. إذا فزتي راح أبوس القرآن وأحطه على راسي، وإذا فزت أنا يلا أنا طلع أنا كنت أقول لك بس لحظة. إذا أنا كنت أقول لك بدي ألعب معك جولة، وإذا أنا فزت عليك بدك تبوس القرآن. بدي أبوسه، وإذا أنا فزت عليك بدك تشقين القرآن. طب يلا ماشي، أوكي تمام. يلا. الفكرة الأهم، مين سمح لسلوان؟ كيف تجرأ سلوان يحرق القرآن وعلم العراق؟ وشو الأهداف إنه دولة مثل السويد تسمح لأشباه الرجال مثل سلوان يحرق القرآن قدام سفارات بلاد إسلامية ويحرق علم هاي البلاد؟ الفكرة من الموضوع هو زرع فكرة التمرد. الغرب بشكل مختصر بدهم ينشروا فكرة أي حدا بده يتمرد ومو قادر يتمرد، هن بهي الطريقة عم يظهروا له إنه يا حبيبي تعال لعنا تمرد كيف ما بدك، نحن بنحميك وبنسمح لك، وأكيد حنسمح لك تحرق القرآن. وهيك نحن كغرب بنكون خلصنا من شيء اسمه عقائد ودين ومبادئ، لأنه هي الأمور ممكن تكون عائق قدام الغرب، مثل نشر الشواذ والأفكار المغلوطة. وهذا الشيء بيحقق أهداف الغرب بشكل كبير: تقليل عدد السكان، نشر الشواذ الفكري والجنسي، وتفكيك العقائدية والديانات، والتخفيف من هيبة وغيرة العشائرية عند العرب، يلي هي بتشكل خطر على الغرب بشكل كبير.